بسم الله، السلام عليكم. مرحبا بكم في قناتي، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم غالياتي رايحة نشارككم شارك مسكر يدوب في الفم ومعسل، والحشوة اللي عودتكم بها تجي بنينة ومعسلة، خاصة في الشارك المسكر. راح نمدلكم بكل التفاصيل للمبتدئات اللي تبغي تبدا مشروعها وتخدمه للمناسبات نتاع النجاح ولا الأعراس، بما أنه رانا في وقتهم. راح نمد لكم كل شيء بمقادير مضبوطة، ويجي التذكار رقيق ومشي خشين. فقط تبعوا الفيديو من الأول للآخر باه ما يفوتكم والو. واللي جاها الفيديو طويل تضغط فوق الفيديو على الإعدادات وتختار سرعة التشغيل ولا فيتاس بالفرنسية، وتختار السرعة 1.25 ولا 1.5، هنا على حساب ما تبغي. هكذا باه تتفرجي كل الفيديو وما يفوتك والو وتستفادي بلا ما تكرهي، لانه الفيديو راه طويل وقصرت فيه قد اللي نقدر. وهذا شلحقت لانه انا كي نحط في القناه وصفه واحده وفيها كل التفاصيل للمبتدئات، ما نزيدش نعاود نحط نفس الفيديو مره اخرى. انا ماذا بيا تزيدوا تستفادوا من وصفات اخرى. المهم نصلوا ونسلموا على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونروحوا مباشرة لطريقة العمل. في إناء نحط 250 غرام نتاع زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ كي رانا في الحمان، وكي نكونوا في الشتاء دوبيها شوية على نار هادية بلا ما تبخبخ. وبنفس العلبة عبرتها زيت بالميزان 240 غرام، ونفس الكيلة درتها حليب. تبغوا ديروا حليب وما زهر يعني نص نص، ولا تبغوا ديروا غير ما زهر، لكن الاختيار. الناس اللي تتوسوس من الحليب هي قاع تنجح معاكم، وانا دائما للاقتصاد وبه تجبنينه ندير كيلة كاملة نتاع حليب، وندير معاها عطر الزهر، ونزيد معاها الرشة نتاع الملح. الحليب درت 260 مليلتر، هي نفس العلبة بصح بالميزان جاتني 260، أنا وزنت قاع في الميزان. قلنا وزدت معاها رشة نتاع الملح، ونخدم بالبغا ميكسور ونميكسي كلش جيدا. واللي تبغي تخدم بيديها معليش تقدر تخدم، بصح رايحة تدي معاك وقت طويل، والميكسور ينقص لك الوقت ويزيد يعطيك نتيجة أفضل، والمواد يعني راح تندمج في بعضها مليح مليح. المهم بقاي تخلطي حتى يتقل الخليط، ومن الأحسن يكون الإناء غامق باه يتخلطوا بالخف. أنا درت في الباسينة ودات معايا شوية وقت، أنا موالفة نخلط في إناء غامق. المهم ابقاي تخلطي حتى يولي لك هكذا مثل المايونيز. لاحظي كيفاش راهي. هذا هو سر نجاح العجينة، باه من بعد ما تطلقلكش الزيت كي تكون في سنيوة، وما تجيكش الذوق هذاك نتاع تقول حبة تاع شارك مقلية، ومام كي تسكريها ما تطلقلكش هذيك الصفورية في السكر نتاعك في التسكر. هكذا يعني تتأكدوا باللي المكونات كاع اندمجت مليح مليح. على بها قلت لكم الميكسور احسن. هنايا في هذا اليوم الشيرات كان عندي ضغط انايا في الخدمه بزاف بزاف. المهم بعدها نبدا نضيف في الفارينه بنفس العلبه ولا الكيل اللي كيلنا به من قبل. نعبر كيله صيريها فوق الخليط ونخلط وندخلها في المكونات. كي تدخل عاد نزيدو الكيله الثانيه، وكي ندخلها تاني عاد نزيد الكيله الثالثه، ونبقى غير هاك حتى نكمل 6 كيلات تماما. هي لازم ديري 6 كيلات ماشي قل. بالميزان جاتني انا كيلو و200 غرام كل وحده، والفارينه نتاعها قادر تديلك حتى ل7 كيلات، بصح ماشي قل من 6 كيلات اللي هي كيلو 200، ومشي اكثر من 7 كيلات اللي هي كيلو و400. والفرينة كيما وصيتكم كل ما تدخلي كيلة زيدي اللي بعدها، لأنه مثلا لو كان تحطي 4 تاع كيلات على ضربة مع بعض راح العجين تاعك يتلايم لك بالخف وتنشف لك وما تقطع لكش بزاف. بصح كي تفرغي بالكيلة يعني تولي تتشرب لك الفرينة غير بالعقل، وتحطي قاع الكيلات وتعطي لك كمية كبيرة. هنا كنت نخدم أنا غير بيد وحدة، واليد الزاوجة مخليتها نتاستي بيها.
المهم تتحصلي على عجينة تكون حاكمة روحها ومشي طرية. هي العجينة كل ما تريح راح تطلق روحها، ماشي تيبسيها حتى تولي تتشقق. قلت لكم من 6 كيلات حتى ل7 كيلات، راني نأكد لكم خاصة المبتدئات. ما تزيدوش فوق 7 كيلات ومشي قل من 6 كيلات. ممكن تجيكم في الوسط 6 كيلات ونص، 6 كيلات وربع، 6 كيلات نيشان. المهم انتيا على حساب الفرينة نتاعك. ان شاء الله تكونوا فهمتوني حبيباتي. المهم كي نلم العجينة تاعي دوك مباشرة نروح نوزنها 33 غرام للحبة، واللي تبغي تصغر الحبة دير 30 غرام. هنا اللي عندها ميزان توزن، واللي عنده ما عندهاش يعني باه توزن. وباه يخرجوا لها الحبات كاع قد قد تحكم مغلاق نتاع قرعه نتاع سيرو هذاك تاع البلاستيك. قصدي السيرو دوا. كاين واحد القروع نتاع سيرو يجوا فيهم غلاق نتاع الومنيوم، وفوق هذاك الغلاق كاين غلاق شفاف تاع بلاستيك، نظن تاع ميزان ولا مانيش عارف. المهم هذاك عبري به العجين، يعني يجوك الحبات كاع قد قد، ولا اي عفسه يعني تكون تعطيك عبر تاع قد حبه تاع الجوزه عبروا بها. المهم بعد ما كملت انا وزنت كل الحبات عطات لي 56 حبه. وأصحاب المشاريع ما تقولوش 56 حبة، قولوا 50 حبة. هادوك 6 حبات ما تحسبوهمش، خلوهم حرزة يولوا يتكسروا لكم، ولا خلوهم ليكم للدار باش تذوقوا العائلة تاعكم تذوق. المهم بعدها أنا وليت نحربش فيها، نشكلهم حرابيش باه يريحوا وباش من بعد يسهل عليا العمل. هكذا أنا نستهم فيهم في بلا وحدة حدا وحدة. وإذا ما كانش عندك فريجيدير تاعك صغير ولا تقدري ديريهم في بورتمونجي، وبين كل طبقة ديري ساشي هكذا. وكي تكون عندك طلبية كبيرة ويعني ديريها من التحضيرات المسبقة عادي، غطيها بالساشي وخليها كيما راهي في المجمد. يعني تكون من التحضيرات المسبقة باه تنحيها من طريقك، لأنه غير الميزان راه يشد الوقت بزاف، خاصة إذا كنتي تخدمي وحدك وما عندكش اللي يعاونك. وكذلك الحشو تقدري ديريه من التحضيرات المسبقة، توزنيه وتحربشيه وتخبيه يعني حاجة 4 أيام ولا أسبوع، كي يكونوا عندك طلبيات كبار. المهم هذيك 50 حبة أنا درتها في الثلاجة من تحت. بعد ساعتين هكداك ولا 4 رايحة نخدمها. المهم تريح ساعتين فأكثر وحتى وتبات ومعليش. المهم تكون مغطية مليح ومشي معرضة للهواء، هذه في الصيف. وإذا كنتوا في الشتاء خلوها على برا تكتفي بالبرودة نتاع الجو. وبالنسبة للحشو أنا دائما نخدم بالحشو اللي يطيب الشيرات، يموتوا عليه الزبائن نتاوعي. نخدم به من 2016 وراني شاركتكم به من قبل، وبزاف بزاف بزاف اللي نجح معاهم وشكروني عليه. والوصفة هذه أنا ما نبدلهاش. كاين اللي يبغيه بذوق القرفة، يعني كاوكاو بذوق القرفة، وكاين اللي يبغي يبدل له النكهة يعني يدير بديل اللوز، كل وحدة والذوق نتاعها. راني دايرة لكم فيديو من قبل بالتفصيل الممل، وكل وحدة راني قلت لكم شحال تعمر لكم من حبة، يعني 50 حبة شحال تدي لكم، و100 حبة شحال تدي لكم. المهم أنا هنايا وزنته 20 غرام، نبغي الحشو يكون معمر في الحبة. ومن بعدها هذاك الحشو نديره تاني حرابيش باه من بعد يسهل عليا العمل وما تجينيش الحالة مغنجقة. وكي تبغي تشكلي حرابيش، اذا لقيتي الحشو نتاعك يلصق لك في يديك وغبنك، مسحي يديك بمسحه خفيفه نتاع ما وحربشي. ما تخليش يديك تقطر بالماء، لا، غير مسحه خفيفه. وهذه هي بعد ما ستفتها أنا في البلا. إذا كان راح يبات ولا تكونجليه غطيه بابي فيلم، وإذا كان راح تخدميه في نهاره تخليه للثلاجة. هكذاك ما راح يصرى له والو. هذه في الصيف، وفي الشتاء خليه على برا عادي. إذا هنايا بعد الظهر الشيرات وراه الحمان بزاف، تقدروا تخدموا في بلاصة باردة في الصالون. ولا أنا دائما عندي في المطبخ كي يكون الحمان بزاف نولي نخرج الحبات غير بشوية، عبر 6 حبات هكذاك هما والحشو نخرجهم باردين ونولي نخدم هكذا باه تجيني الخدمة سهلة. كون نخرج أنا كاع البلا العجين راح يترخى من الحمان وما نقدرش نشكله. المهم أنا بالعادة نحلهم على ضربة ونخدم على ضربة. دوك كي راني نصور معاكم ندير لكم غير بالحبة. بعد ما حليت العجين حطيت الحشو في الوسط وغلقت عليه،
ومن بعد بديت نسودي في الفتحة هذيك اللي غلقت عليها، سوديها جيدًا باه الحشو ما يخرجش كي يكون يطيب، بزاف اللي شفتهم يشتكوا من الحشو راه يخرج لهم من التشارك ولا من العرايش ولا الكعكعات، لازم ما تخليش الحشو نتاعك يبان، قفلي عليه مليح، ونشكل هلال بهذه الطريقة، وندير صبعي في الوسط هكذا باش يجوني كاع الحبات كيف كيف بدون أي حاجة نديرها لهم، يعني غير صبعي يكفي، ونحطها في سنيوة. نزيدكم وحدة أخيرة على السريع باه تترسخ لكم خاصة المبتدئات. قلنا نبسط العجين نتاعي بشكل مستطيل صغير غير بيدي برك، ومن بعدها نحط الحشو في الوسط ونغلق عليه العجين جيدا هكذا ما تخليش الحشو تاعك يبان، وكي تولي تغلقي ما تخليش الهواء لداخل باه ما يجيكش مبوج ويبقى الفراغ لداخل. ومن بعد نسودي الفتحة هذيك بصباعتيا بهذه الطريقة ونرولي، ومن بعد نحطي يديا من ونولي نرولي فيها غير بالعقل، ما تصيريش باه ما يبقاوش لي طراس تاع صباعتك تما، لازم ترطبيها. بداي ترقي في الجناب بالتساوي، ما تخليش جهة خشينة على جهة، يعني ديرهم متساويين، رقيهم وخلي الوسط بومبي. كي تشكلوا هذوك القرون، الفتحة هذيك اللي سوديناها نخلوها هي اللي تجي من تحت هكذا باه ما تشوهلناش الحبة، ونخدم الحبة نتاع الهلال تاعي هكذا بهذه الطريقة، وندير صبعي في الوسط باه يجوا الحبات قاع قد قد، ونرفده ونحطه قدام الحبة الأولى هكذا في السنيوة، ونزيد نعدله تاني في السنيوة قبل لا ينشف. ندير دائما صبعي هكذا. هذا بالنسبة لهذه الطريقة. واللي تبغي الطريقة نتاع باش يجيها فيلطاج من داخل، تحط الحربوش نتاعها وتحله بالحلال، يكون صغير الحلال، حليه رقيق يعني حليه مربع ولا مستطيل، وديري الحشو من على جنب، ورفدي العجين تاعك وبداي ترولي على الحشو، ما تخليش الهواء لداخل، وسودي هذيك الفتحة الأخيرة اللي تكون هي التالية باه هنايا ما تنفتحش في الكوشة كي تولي طيب. ومن بعدها حطي يديك على الجناب وبداي ترقي في الجناب بنفس الطريقة السابقة، والفتحة دائما حطيها من تحت باه ما تشوهلكش الحبة، ونشكل الهلال هكذا، وندير صبعي في الوسط دائما باه نقدر بالقياس نتاع الحبات ويجوني كيف كيف، ونحطه في السنيوة مع الاخرين، ونزيد نعدله. وريت لكم طريقتين وانتي اللي تعجبك اعمليها. صراحة أنا دائما نخدم كيما هكذا، يعني تجيني سهلة ونكمل بالخف وتجيني هايلة. وكي تكوني صاحبة مشروع وتوالفي هكذا باش تطلقي روحك، من الأحسن خدمي بحبات من 5 3 6، يعني على حساب السرعة نتاعك. أنا جبت هادو مرات نوصل حتى ل10 حبات، جبتهم من الثلاجة باردين ونبسطهم قاع على ضربة، ونحط الحشو في الوسط تاني على ضربة، ومن بعدها نولي نغطي في الحشو ونسودي، وكي نكمل نزيد نروليهم كاع، ومن بعدها نشكل هلال عادي كيما وريت لكم هكذا تطلقوا رواحكم بالخف. انا مرات نخدم من 100 حبه في ساعه ونص حتى لساعتين ما تفوتش. الطريقه هذه حتى توالفي ماشي للمبتدئات. وهذه هي النتيجة كيما راكم تلاحظوا. الكوشة هنايا راني أنا درتها تحمى ملي وليت نشكل في سنيوة الزاوجة. بالنسبة للطياب يطيبوا من تحت كي يدو تحميرة نعاود نشعل من الفوق. هنا بعد ما يريحوا في الأول صاي ما نزيدش نخليهم يريحوا، راح نطيبهم أنا مباشرة. ديجا السنيوة الأولى أنا خليتها ريحت حتى كملت السنيوة الزاوجة. هذيك هي نبدا بها نديرها طيب. هذه هي بعد ما طابت ما تخلوهاش تطول بزاف حتى الحشو تاعك ينشف. تجي حوالي من 20 دقيقة ولا ربع ساعة هكذاك تكون واجدة، راهي حمرة من تحت ووردية من الفوق. زدت السنيوة الزوجة تاني طيبتها. انتوما في نص الطياب اذا لاحظتوا الحبات نتاوعكم ولاو ينفتحوا لكم يعني الشكل تاعهم يفسد، عاودوا سقموهم بيديكم قبل لا يطيبوا، يعني كي يطيبوا واحد 40% هكذاك ولا 50%. انا للامانه كيما حطيتهم خرجتهم ما درتش بيهم كاع لانه العجينه جات هايله، فقط تبعوا الميزان والمعيار المناسب. وراه كاين مول خاص بالشرك المسكر والشرك المطلي، يعني اللي تبغي تخدم به في المول تاع السيليكون داير كيما تاع العرايش،
تقدري تشكلي به باه يخرجوا لك الحبات كاع كيف كيف، يعني تقدري طيبي به باه يخرجوا لك كاع الحبات متساويين، ولا تشكلي به وتحطيهم في سنيوه. هذه بالنسبه للمبتدئات اللي ما تعرفش تشكل. المهم أنا نقسم معاكم حبة بعد ما برد، لاحظوا يجي من أروع ما يكون، يذوب في الفم، وحشو معسل ناجح 100% للمبتدئات. المهم خلوه ليلة كاملة ما تسكروهش تمتم في نهاره، هكذا باه ما يجيكمش التسكار تاعكم مصفر، لازم تخلوه يبات ليلة كاملة. وهنايا من غدوة بعد ما بات ليلة كاملة أنا خليته في سنيواته ومع الحمان والقاطو راه بالخف ييبس، على هذاك غطيته بالساشي وحطيته في الصالون. وكي تكوني في الشتاء خليه يبات بلا ما تغطيه عادي ويبقى كيما راه. وتقدري ديريه في حاجة وتغطيه إذا كنتي محتاجة السنيوات تاوعك، يعني ديريهم في علب ولا في بلا هكذا، حبة فوق حبة، عادي ما راح يصرى والو. المهم ما تكتريش عليه بزاف الترداف باه ما يتكسرلكش تحتاني. ونروحو دروك للتسكار نوجدوه. نبداو بالسيرو. عندي كاس نتاع ما زهر اللي تكون ريحته شابه، ونزيد له 2 ملاعق نتاع اكل سكر كلاص، يعني نصنعو السيرو بلا ما نطيبوه. ومن بعدها نزيدو ملعقه نتاع فرينه. الفرينه تعتبر كلاصق باه السكر تاعنا يركب في الحبه. كون ما ديريش الفرينه السكر مش راح يركب لك في الحبة. ونخلط كل شيء جيدا. هي من الأحسن تصنعوها بساعتين هكذا من قبل، مشي تمتم تخدموا بها، يعني هي لازم تريح هكذا. وبعدها نوجد 2 علب ونصف نتاع السكر كلاص. انا دايره حسابي دائما عندي 2 علب ونصف في ال50 حبه تاع الشارك مسكر. واللي تتزايد لي راهي في الفايده ليا، لانه التسكر لازم نديرو فيه بزياده هكذا باش نطلق روحي، ما نبقاش انا نسكر بحبات قلال ونضيع في وقتي. وعندي سربيته نقيه حطيتها بجهه، وفي قصعة واسعة نصير شوية نتاع سكر كلاص، غير شوية ماشي بزاف، غير عبر ما يتغطى الوجه نتاع القصعة هذيك. ونرجع للسيرو نخلطه، تلقاو الفرينة هذيك هبطت لتحت، عاودي خلطيها باش يتخلط كاع السائل. ومن بعدها نرفد الحبة نغطسها في السيرو ونخرجها بسرعة، يعني نغطسها كاملة ولا على الوجه من ومن، ما تخليهاش تطول. المهم الحبة تتشمخ. ومن بعدها نحطها في طرشونة، فوق الطرشونة قدامي هكذا حطيتهم أنا بالمقلوب. نحط أنا الحبات قد اللي نعرف القصعة نتاعي ترفدهم، يعني ما ديريش بالزيادة وماشي ديري غير حبات برك، يعني ديري حساب قد القصعة تاعك اللي ترفد. ومن بعدها نبدا من الحبة الأولى اللي حطيتها بلا ما نمسحها، أنايا أصلا راهي ناشفة كي راني قالبتها هكذا على وجهها، غير السربيتة راهي تمسحت فيها. كون نمسحها راح ما تتغطاليش بالسكر، يعني مش راح ترفد لي السكر. ونحطها هكذاك في القصعة فوق هذاك السكر، يعني الصورة راهي تعبّر نفسها. يعني إذا لقيتِ نتيا كاش حبّة هكذا مندية شوية، مسحيها حاجة خفيفة، بصح ما تنشفيهاش كاع اللي ما ترفدلكش السكر، لازم تكون الحبّة تاعك مندية باه السكر تاعك يركب فيها. هذه هي بعد ما عمّرت أنا القصعة، هنا نجيب السكر ونفرغاه بالصفاية ونذري، نغطي كاع الحبات بالسكر. لازم تصيري السكر نتاعك، يعني ما ديريش هكذاك باه الحبة تجيك مفينية من بعد. هكذا نزيد تاني نطلع على الجناب ونتأكد باللي الحبات راهم مغطيين مليح، يعني بيديا هكذا. ومن بعد كي نكمل نحطها بجهة يتشرب واحد 10 دقايق هكذاك، ونزيد كمية أخرى بنفس الطريقة. هذيك هي ما جيت أنا نكمل القصعة هذه الزوجة كانت ديجا لحقت واحد 10 دقايق. ما تخلوهاش تطول بزاف هكذا باه ما تديلكمش السكر بزاف وتجي الحبة خشينة بالسكر. ونولي نرفد انايا بالحبة ونحي لها في الزايد بهذه الطريقة. من الأحسن تكوني لابسة ليغون هكذا باش تجيك الحبة مفينية ورطبة. أنا غير بيدي هكذاك ونخدم نتقلق من ليغو صراحة. وانتوما ديروا ليغو خاصة المبتدئات. المهم قلنا كي ترفدي الحبة في الأول بداي تدكي فيها، يعني دكي لها هذاك السكر باش يلصق مليح. ومن بعدها بداي من تحت نحي هذاك السكر اللي من تحت كاع ما نحتاجوش. تحت تقدري تنحيه كاع هكذا باه ما يجيش حلو بزاف، ولا تبغي تخلي طبقة رقيقة. والفوق نولي نحي غير بالعقل هكذا في الوسط عند الثقب، ندير صاير داير. ومن بعدها نزيد من الفوق، ما تخليهاش خشينة بالسكر.
وكي تكملي وتشوفيها كاع رطبة ومتساوية، تكوني مخلطة بجهة أخرى شوية نتاع سكر كلاص مع لافاني، وديريها في الصفاية وبداي تذري من الفوق، يعني ذري غير حاجة خفيفة. وهذا هو شكل الحبة. نزيدكم حبة هنايا، للأسف كنت حاسبة أنا راني مقابلة الكاميرا، ولكن ظهرت كنت بعيدة عليها. المهم، نحي السكر الزايد من تحت الحبة، وزيدي هكذا على الجنب تاع الثقب، الجنب هذا الدخلاني اللي عند الثقب، يعني عند التدوار عند القوس، هكذا فوتي عليها بصبعك، وزيدي من الفوق كاع مسحيها بيديك بالكف تاع يديك. أنا تكون صبعي خشين، راني غير بالكف تاع صبعي وراني نرطب فيها. وكي تكون مستوية صايي، تما ندري عليها شوية تاع سكر رطب من الفوق يكون مخلط مع شوية تاع لافاني. والصفاية كي تولوا تدروا فيها لازم تكون بعيدة بحوالي 30 سنتيمتر هكذاك على الحبة، وذري على كامل وجه الحبة، من الوسط على الجناب ومن داخل، هكذا خفيف برك ماشي تعمريها، يعني خليها تطيح حبات خفاف نتاع السكر. هكذا وراني نستف فيها انايا في السنيوه الحبه حدا اختها. ولازم الحبة تمتم تدري عليها هذاك السكر اللي مخلط مع لافاني من الفوق، ماشي حتى تكملي، مش راح يلصق معاك، بصح كي ديريها تمتم راح يلصق معاك وتجيك الحبة مفينية. المهم نكمل انايا كل الحبات بنفس الطريقة، وكي نكمل القصعة الأولى والزاوجة ونبغي نزيد الكمية الباقية نتاع حبات تشارك اللي ما سكرتهمش، هنا نخلط السكر مع بعض، يعني تاع القصعة الأولى مع القصعة الثانية، لأنه السكر راه مشمخ، لازم يتعاود يتصير هكذا باش نخدم به للمرة الثانية. ومن بعدها نبدا كيما درت من جديد، نصفي شويه نتاع السكر في قصعه وندير الحبات كيما في السابق، فقط السكر هذا مستعمل، نعاود نصيره وصاي. وكي تكملي كاع الحبات نتاوعك، السكر نتاعك اللي يبقى في الاخير خليه يبات ليله كامله في القصعه كيما راه، هكذا من غدوة صيريه وخبيه هكذا باش ينشف وتقدري تستعمليه لمرة أخرى. لو كانت تخبيه تمتم في علبة ولا، من غدوة ولا بعد مدة كي تجي تخدمي به تلقايه تحجر، يعني يشد كاع في بعضه ويبس لك هكذاك. المهم هنايا من غدوة بعد ما نشفوا، تبغي تخليهم نتيا سامبل كيما تاع زمان وتحطيهم في لي كيسات، ولا تبغي تزينيهم بأي ديكور، مثلا مناسبة تاع نجاح ولا عرس ولا ختان ولا أي حاجة، تكوني موجدة التزيين قدامك. والبلاصة اللي غادي تزينيها مسحيها، يعني فرغيها شوية من السكر من الفوق، وديري مسحة نتاع بياض البيض في المكان هذاك، ديريها بالبانسو، حطي غير حاجة خفيفة وحطي التزيين نتاعك. بعد دقائق راح يلصق تحس به كولا. انا نخدم بزاف ببياض البيض احسن من الغراء اللي نشريه، بزاف راح يستغربوا من بياض البيض، بصح مش راح يبان بنته نهائيا، راه غير مسحة وبالخف ينشف مش راح يبان. أنا بما أنه مناسبة نتاع نجاح درت هذا الطربوش. هذا الطربوش نتاع زمان الشيرات قبل لا يخرجوا كاع لي مول هادو اللي بعجينة السكر، بديت به مشروعي، كنت نخدم أنا غير باليد بدون مول. إذا بغيتوني نشاركها معاكم مع عجينة السكر، معليش نشاركها معاكم، ولا بغيتو حتى العام الجاي معليش ندس الفيديو للعام الجاي ونشاركه معاكم، لأنه الطلبات راهم بزاف على الوصفات أخرى، وأنا والله راني نحاول نلبيكم كل طلباتكم. المهم اللي كيسات هادو من أنا نكسرهم كيما عودتكم باه يجوا مدورين وكبار حسب الحبة. أنا هنايا درت رقم 10، هي من الأحسن ديروا لي كيسات رقم 12 وكسروهم على حساب الحبة. أنا درت كانوا متوفرين عندي رقم 10، قلت خلي ندير بيهم، كسرتهم هكذا مدورين ونحط الحبات في لي كيسات. تبغي ديري دونتيل ديريه اسود على حسب التزيين، ولا ديريه ابيض هذاك يجي ستاندر كاع معاك كل الحبات، ولا خليهم هكذا في لي كيسات عادي. وهذه هي النتيجة النهائية. ربي ينجح كاع الممتحنين إن شاء الله في شهادة البكالوريا، ويفرح والديهم ويفرحهم هما تاني اللي تعبوا، إن شاء الله ما يروحش تعبهم باطل. المهم بالنسبة شيرات لسعر البيع اللي ما تعرفش، يعني راهي مبتدئة وما تعرفش تحسب، هنايا عندي 250 غرام نتاع زبدة 10,000، والزيت نحسبه 35 دينار جزائري على سومة 14,000 لتر، والحليب 5 دينار جزائري مع عطر الزهر 5 دينار جزائري،
والفارينة أنا نخدم بتاع الشكارة، نحسبها يعني الكيلو يطيحني ب3000 طرواميل، تما هذيك كيلو 200 نقوّمها أنا في 5000، العجين كامل يطيح لي تقريب 20,000. والحشو استعملت أنا الكاوكاو 625 غرام، مع السكر 300 ومغرفة هكذا فوقها ولا. ومثلا إذا درتي نتيا الزاز تاع ليمون ولا العطور راح يجوك حتى ل27,000، نقولوا 30,000 ومعليش. والتذكار ماء الزهر والسكر 2 علب ونصف، نقولوا حنايا حتى ل3 علب معليش. ولافاني تما كلشي نقولوا يجينا 40,000. راني دايره كلشي بزيادة في سعر الشيرات، راني دايره كلشي بزيادة ماشي على سومة الجملة. وليكيسات حسبتهم 5000، لأنه في الحبة نحسبها أنا 1 دينار. إذا مجموع السلعة كاع هو 95,000. تضرب بها في 2 اللي هي الفايدة تاعك راح تعطي لك 190، حنا نقولوا كاع 200,000. قسميها على عدد الحبات اللي هما 50 حبة، راح تجيك 4000 الحبة. تقدري تبيعيها 4000، ولكن حنايا مع الغاز وتريسيتي والحلويات التقليدية هذه فيها شوية تعب، مش كيما ساك. على هاد أنا نحسبها 5000 هكذا سامبل في الكيسات بدون تزيين. وكي تزيدي له الديكور عجينة السكر، تزيدي له 10 دينار ولا 15 دينار ولا حتى ل20 دينار على حسب الديكور، إذا يعيي ولا إذا كان بزاف، يعني زوج تاع لي موتيف ولا 3 ماشي كيما موتيف واحد. واللي تبيع بالكيلو ماذا بها تفيدنا بالتعليقات شحال للكيلو وشحال راهي توزن للحبة والحشو، هكذا باش المتابعات كاع يستفادوا، وربي يرزق كل وحدة فيكم إن شاء الله. فقط ملاحظة صغيرة، الشيرات أنا نسيتها وما درتهاش وما قلتها لكمش في المونتاج، قلت نضيفها لكم على الآخر. أنه الشارك المسكر قبل ما يطيب ثقبوه بالكيردون هكذا من الفوق، واحد 4 ثقوب حتى ل5، يعني على القرون وفي الوسط هكذا، باه كاع إلا غلطتو وخليتو فيه الهواء من الداخل، يعني كي يدخل الكوشة ما يتبوجلكمش، ما يجيكمش مبوج ومام الحشو يتنفس.